السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. والنهارده هنعمل مع بعض فطاير الشوكولاتة للناس اللي بتحب الشوكولاتة. عجينة هشة وطرية وان شاء الله هتعجبكم. يلا نسمي الله ونقول المقادير. نص كوب مية، 4 معالق كاكاو خام، 3 كوبايات الا ربع دقيق، كوباية الا ربع لبن، ربع كوباية ومعلقتين زيت، يعني ربع كوباية زيت وعليهم معلقتين، 4 معالق سكر، معلقة صغيرة بيكنج باودر، معلقة كبيرة خميرة فورية، ذرة ملح. هنجيب حلة وهننزل باللبن، وهننزل بنص كوب مية، وهنحط الزيت، وهروح حاطين الكاكاو، وهنخلط كل ده مع بعض. وهنروح مولعين ونحطها على النار، هنفضل نقلب فيه لغاية لما الكاكاو يسخن معانا، وهنقفل النار وهنركنه على جنب لما يهدى شوية. وبعد كده هنجيب بولة، هنروح نازلين بالدقيق، وذرة الملح، والخميرة الفورية، والسكر، البيكنج باودر، وهنبدأ نقلب كل ده مع بعض. وطبعا كده السوائل بتاعتنا بقت دافية. هنبدأ بقى نعجن العجينة بتاعتنا. لازم تكون دافية عشان العجينة الخميرة بتاعتنا تخمر كويس معانا. هنحط واحدة واحدة بالتدريج بالشكل ده لغاية لما نعجن العجينة كلها. هنجيب بيضة وهناخد بياض البيضة بس، وهننزل بكيس الفانيليا، وهنحط معانا معلقة دقيق، عشان طبعا واحنا بنعجن العجينة هتلزق في ايدنا. وبعد كده هنفضل نعجن العجينة كويس، وطول ما انت بتعجنيها لو العجينة ملزقة معاك هتحط دقيق تاني لغاية لما العجينة معاكي تتظبط كويس. بس ما تحطيش دقيق كتير عشان العجينة ما تنشفش منك، احنا برضو عايزين تبقى فيها نسبة تلزيقة بسيطة عشان العجينة تبقى طرية. وبعد كده هنغطي العجينة ترتاح ساعة لغاية لما تخمر معانا، وهنبدأ نجهز الحشو بتاعنا. عندنا شوكولاتة هنقطعها زي ما احنا شايفين كده، اي نوع شوكولاتة عندك. وكده خلاص العجينة معانا بعد ساعة اختمرت. هنبدأ بقى نطلعها ونشكلها على 12 قطعة. حاولي تقطعي كله قد بعض. وناخد كل قطعة ونكورها. كده خلاص خلصنا كل الكمية اللي معانا. وبعد كده هنغطيها ترتاح معانا ربع ساعة و10 دقايق. وبعد ما ارتاحت معانا ربع ساعة هنجيب الصينية اللي احنا نحط فيها مقاس 24 وهنبدأ ندهنها سمنة، وهنبدأ بقى نفردها معانا. هتفرديها بالشكل اللي انت شايفاه ده، بس مش تفرديها كبيرة، حاجة صغيرة خالص يا دوبك نحط فيها الحشوة بتاعتنا. ونبدأ نحط فيها مكعبات الشوكولاتة وهنقفلها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده.
طبعا هتحطي كميه الشوكولاته اللي انت عايزاها، عايزه تكتري الكميه كتريها، بس اهم حاجه تقفلي عليها كويس. وكده خلاص خلصنا كل الكميه. هنبدا بقى نغطيها ونسيبها ترتاح نص ساعه، وبعد نص ساعه هتبقى معانا بالشكل ده. وهنبدا بقى نحطها في الفرن. وخدي بالك وهي بتستوي علشان ما تطلعش منك ني، علشان العجينه لونها بني، فهتشوفي الفاصل بين الواحده والواحده. لو هي استوت كده خلاص استوت معاكي. وبعد ما نطلعها هروح دهنين وشها بالفرشه سمنه او زبده. وهنبدا بقى نغطيها بكيس بلاستيك، تسيبيها كده عشان وهي سخنه تبدا تضطر معانا لمده ربع ساعه او 10 دقايق. وبعد ربع ساعه هنبدا بقى نعين الكيس بتاعها، وهتلاقيها معانا اتطرت وبقت بجد جميله جدا، وتحسي ان هي كده اسفنجيه قوي، وزي ما انتوا شايفين هشه جدا وكلها شوكولاته في شوكولاته. طعمها حكايه بجد، عشاق الشوكولاته هتعجبهم قوي. مع كوبايه نسكافيه كده، وترشي عليها لو انت عندك اي صوص شوكولاته هتبدا ترشي عليها كده. بس كده، وده كان الفيديو بتاعنا النهارده. يا رب يعجبكم وبجد جربوها، واستنى رايكم في الكومنتات، واشوفكم الفيديو الجاي. وما تنسوش تعملوا لايك وشير ومتابعه للقناه عشان يوصلك كل فيديوهاتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.